السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف بقى على كام سيلكتورين جداد هنستخدمهم كتير جدا واحنا ماشيين في السي اس اس. هقول المثال وبعد كده هقول السيلكتور عشان تبقى واضحة أكتر. طيب لو أنا عندي دلوقتي عامل باراجراف، عامل كمان باراجراف، عامل كمان باراجراف، ومسيف، وجيت للصفحة بتاعتي عملت ريفريش لقيت التلات باراجرافات بتوعي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز الون اول باراجراف يكون لون احمر، وتاني باراجراف يكون لون اخضر، وتالت باراجراف يكون لون مثلا اسود او لون بني ايا كان. فهتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تقول البي انت عايز الكلر بتاعه يكون مثلا ريد. طيب تمام، هيتنفذ عليه، هيتنفذ على كله كده. بقول له اي بي في الاتش تي ام ال نفذ لي الكلر بتاعه ريد. طب انت عايز تخلي البي تاني الكالر بتاعه يكون جرين، هينفذ انهي؟ هينفذ زي ما قلنا هو كاسكيدنج، هينفذ اخر حاجه. هعمل ريفريش هيتنفذ كله الجرين على بعضه، يعني الجرين اخر حاجه انت منفذها ايه؟ الجرين، فهيتنفذ على كله. طيب انا مش عايز كده، انا عايز لكل واحد خاصيه معينه، لكل واحد لون معين. طب تعمل كده ازاي؟ قال لي في سيلكتور اسمه الكلاس، تحدد لكل واحد كلاس معين. تيجي زي الاتريبيوت كده بتقول له الكلاس وتدي له اي اسم، اي اسم انت عايزه. تقول له مثلا ده بي واحد، وتدي لده برضه كلاس وتسميه مثلا بي 2، وتدي لده كلاس وتسميه مثلا بي 3. طيب كده انا محدد لكل واحد كلاس. قال لي ايه هو الكلاس ده اصلا؟ قال لي ده عباره عن، يعني انت مثلا عايز عندك كذا حاجه متشابهه وعايز تميز كل حاجه فيهم، فقال لي يفضل تستخدم الكلاس. في سيكتور هنعرفه بس بعد ما نفهم الكلاس. طيب انا دلوقتي مسكت الكلاس وحددته لكل واحد فيهم. ازاي بقى اجي اعرفه في الستايل دوت سي اس اس؟ قال لي بتعرفه في الستايل ده عن طريق دوت. يعني تقول دوت اسم الكلاس، انت مسمي اسم الكلاس بي واحد، هقول له الكالر بتاعك يكون ريد. بي واحد ده خاص بايه؟ خاص بال اول واحد اللي هو الكلاس اللي هو الباراجراف اول واحد. فاجي هسيف كده، هعمل سيف واجي اروح اعمل ريفريش، طبق على اول واحد بس، لاني انا مديله بقول ميز ده بكلاس كذا وميز ده بكلاس كذا. طيب تمام، لو انا عايز بقى، انا دلوقتي عايز التاني واحد، فاجي اعرفه ازاي؟ بتقول دوت اسم الكلاس، انت اسم الكلاس ايه؟ بي 2، تقول له الكلر بتاعك جرين. نفس الكلام مع التالت، دوت بي 3 الكلر بتاعك لون يلو مثلا، واعمل ريفريش هتلاقي كل واحد اتلون باللون لوحده. يبقى انت لما تيجي تحدد كل واحد تديله ايه؟ تديله الكلاس او بقى الحاجه الثانيه اللي اسمها اي دي. هو نفس الفكره بس في فرق بينهم بسيط وهنقوله ان شاء الله. قال لي هنا اديت هنا اي دي، وهنا مثلا اي دي، وهنا اي دي، وجيت هنا الاي دي بقى بعرفه ازاي؟ قال لي بدل دوت بتعمل هاش، بدل دوت بتعمل هاش وتسيف وتيجي تعمل ريفريش مفيش اي تأثير. يبقى في حاجتين عندي، قال لي الكلاس وعندي الاي دي. قال لي طيب ايه الفرق بينهم؟ هنوضحها بمثال. الاي دي انت افتكره اللي هو كأنه الرقم القومي. هل مثلا الرقم القومي الاثنين متشابهين؟ لا طبعا، كل واحد رقم قومي خاص بيه. يبقى الاي دي نفس الكلام هنا كده بالظبط. الاي دي ما ينفعش اكرره، يعني اي دي يونيك، حاجه فريده، ما ينفعش اكرر نفس الاي دي في نفس الصفحه. يعني اقول الاي دي هنا بي واحد تمام خلاص، ما ينفعش اكرر اي دي تاني اسمه بي واحد، لا ما ينفعش. طب الكلاس؟ قال لي الكلاس بتستخدمه مثلا انت عندك كذا جروب، وجروب دول متشابهين في حاجه معينه، خلاص اديهم كلاس. بما انهم متشابهين في حاجه فتستخدم الكلاس. الحاجه اليونيك تستخدم الايه؟ الاي دي. الحاجه اللي فيها استخدام كتير تديها كلاس. يعني مثلا انت معرف كذا سيكشن او كذا ديف في الاتش تي ام ال، معرف كذا ديف هنا مثلا، وقايل الديفات دي كلها مثلا الباك جراوند بتاعها لون مثلا رمادي. فقال لي والكلام، وهتقعد بقى تغير جوه ايه؟ جوه يعني مثلا جوه كل ديف بصوره معينه. انت الباك جراوند عموما كلها لون ايه؟ لون رمادي. فقال لي ادي لكل الديفات ده كلاس وتديهم الباك جراوند بتاعهم. هو مثلا 5 ديف، انت عايز بس ال5 ديف دول يكون الباك جراوند بتاعهم مثلا لون برتقالي. في تاني ديفات تانية مالناش دعوه بيهم. فقال لي عشان تميز مجموعه ومجموعه، قال لي تستخدم الكلاس. هميز مجموعات
استخدم كلاس. هميز افراد مثلا او حاجه واحده بس، اللي هو كان الاي دي ده يشبه الناشونال اي دي اللي هو الرقم القومي، قال لي بستخدم الاي دي بس مره واحده بس. وكمان قال لي الاي دي بستخدمه اكتر في الجافا سكريبت، يعني لما اجي اعمل اكواد جافا سكريبت قال لي يفضل تستخدمها عن طريق الاي دي مش عن طريق الكلاس. يبقى الكلاس والاي دي تاني. قال لي الكلاس لو في مجموعات متشابهه، مثلا كل مجموعه خاصه بحاجه معينه، فقال لي طالما مجموعات يبقى عرف كلاس. طالما حاجه واحده يعني مثلا انت عايز تعرف حاجه واحده بس يونيك، حاجه يونيك، خلاص عرفها بالاي دي، ما تعرفهاش بالكلاس. انت مثلا عندك باراجراف واحد بس في الصفحه وعايز تميزه مثلا هو ده بس، يكون ده بس، خلاص اديله اي دي واديله بقى الخصائص بتاعتك اللي انت عايزها. طيب احنا بنستخدم ايه اكتر؟ قال لي بتستخدم الكلاس اكثر شيوعا من الاي دي. الاي دي بنستخدمه خصوصا في الجافا سكريبت او بعض التريكات لما تيجي تعمل موقع ان شاء الله. تمام جدا. طيب نتعرف على حاجه كمان. قال لي بتعمل ازاي كومنت في السي اس اس. قال لي لما تيجي تعمل كومنت، احنا عرفنا في الاتش تي ام ال اللي بيتعمل عن طريق الحركه دي، ده في الاتش تي ام ال. طيب في الايه بقى في السي اس اس؟ قال لي بتعمل زي البرمجه بالظبط، اللي هو سلاش نجمه وبعد كده نجمه سلاش. ده اللي الكومنت في الاكواد السي اس اس. يبقى عرفنا حاجتين النهارده، ايه الفرق بين اي دي والكلاس واستخدمهم امتى، والكومنت في السي اس اس. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا.